في أشخاص معينين كده أول ما بيدخلوا أي مكان بتحس إن في حاجة، يعني في حاجة اتغيرت. بالظبط، كأن في تيار هادي من الانتباه بيتوجه ناحيتهم كده لوحده. أيوة، هو ده الإحساس. مش شرط يكونوا الأعلى صوتاً أو حتى الأجمل شكلاً، بس في حاجة في وجودهم بتشدك. ولما بيتكلموا بتلاقي نفسك بتسمع بتركيز، كأن كلامهم له وزن مختلف. تماماً. الظاهرة دي هي اللي بنسميها الكاريزما. والنهاردة عايزين نفصص الملف ده بعمق بالاعتماد على كتاب قوانين الكاريزما لكيرت دبليو مورتنسن. امم السؤال التقليدي دايماً هو: هل الكاريزما دي موهبة بنتولد بيها؟ بس أنا عندي السؤال تاني أهم: لو الكاريزما دي فعلاً مجموعة مهارات ممكن نتعلمها كلنا. وهو ده اللي الكتاب بيقوله. بالظبط. يبقى إيه اللي يضمن إننا نستخدمها في الإلهام مش في التلاعب؟ وإزاي نفرق بين الكاريزما الحقيقية والمزيفة؟ السؤال ده هو اللي بيخلي المناقشة دي ضرورية أصلاً. الكتاب فعلاً بيقدم خريطة طريق واضحة جداً لأي حد عايز يطور من جاذبيته. يعني هو مش مجرد كلام نظري؟ لا خالص. الفرضية بتاعته إن الكاريزما مش سر غامض، لكنها علم وفن ومجموعة مهارات ملموسة. بس النقطة اللي انت طرحتها هي الأهم. الكتاب بيديك الأدوات، لكن النية ورا استخدامها هي اللي بتحدد كل حاجة. تمام. هو بيقسم المهارات دي ل3 طبقات: طبقة خارجية ليها علاقة بالحضور، وطبقة داخلية أعمق ليها علاقة بالصفات الجوهرية، وطبقة تالتة ليها علاقة بفن توصيل كل ده للعالم. خلينا نمشي في الطبقات دي ونشوف إزاي بيتكون التأثير الحقيقي. ممتاز. يلا نبدأ بالطبقة الخارجية اللي الناس بتشوفها أول حاجة: الحضور. الكتاب بيركز على عنصرين أساسيين هنا، وأولهم الشغف. امم وكلمة شغف دي يعني بنسمعها كتير لدرجة إنها ممكن تكون فقدت معناها شوية. إزاي الكتاب بيعرفها بطريقة عملية؟ هو بيوصفها وصف دقيق جدا. بيقول إنها بث الطاقة الصافية. بث الطاقة الصافية. أيوة، الفكرة مش إنك تكون متحمس بشكل مصطنع، لكن إنك تكون مرتبط بعمق بالفكرة أو الرسالة اللي بتقدمها. الشغف الحقيقي ده معدي، بينتقل للناس اللي حواليك وبيخليهم يحسوا بصدقك. زي ما يكون في تيار كهرباء بسيط في الجو كده. بالظبط. على عكس بقى الشغف المصطنع أو المبالغة اللي هو الناس بتلقطه في ثواني، وساعتها كل محاولات التأثير بتنهار. الكتاب بيجيب مثال جون وودن، مدرب كرة السلة الأسطوري. نجاحاته كانت خرافية، بس اللي بتقوليه ده يخليني أفكر. جون وودن كان شخصية نارية وحماسية جدا على خط الملعب. أيوة. هل ده معناه إن الشغف لازم يكون صاخب؟ يعني ماذا عن الشخصيات الهادية أو الانطوائية؟ هل مقفول عليهم باب الكاريزما؟ لأ، ودي نقطة ممتازة. ودي فكرة مغلوطة شائعة جدا. الكتاب مش بيربط الشغف بالصوت العالي أو الحركة الكتير. أمال إيه؟ الشغف هو عمق القناعة الداخلية. ممكن شخص انطوائي يتكلم بهدوء تام عن موضوع هو شغوف بيه، والهدوء ده نفسه يعكس قوة وثقة تخلي كل كلمة ليها وزن. يعني القوة في الإيمان بالفكرة مش في قوة الحنجرة. تماماً. جون وودن كان شغفه بيظهر في حماسه، لكن شخص تاني ممكن شغفه يظهر في دقة كلامه وتركيزه الشديد. الجوهر واحد، طاقة صافية نابعة من إيمان حقيقي. فهمتك. يعني الشغف هو المحرك، بس لوحده مش كفاية. أنا ممكن أكون شغوف جدا بفكرة، بس لو صوتي مرعوش وبتكلم بتردد محدش هيصدقني. طبعاً. كأن الشغف محتاج درع يحميه ويوصله للناس. وغالبا الدرع ده هو العنصر التاني اللي الكتاب بيتكلم عنه: الثقة. بالظبط. الثقة هي اللي بتدي وزن للشرف. في جملة قوية في الكتاب بتقول: بدون قدر متواضع لكن معقول من الثقة في قدراتك، لا يمكنك أن تصبح ناجحاً أو سعيداً. جملة قوية فعلا. والثقة دي حالة عقلية بتترجم في كل حاجة: نبرة صوتك، وقفتك، تواصلك البصري. هي الإيمان الصادق بقدراتك على تحقيق اللي بتقوله. من غيرها الشغف بيبان كأنه أمنيات مش أكتر. ومثال الثقة اللي في الكتاب لافت جدا: قصة لاعب كرة القدم الأمريكية جون أمت. سنة 69 فريقه كان أضعف فريقه، محدش متوقع منه أي حاجة. بالظبط، الحصان الأسود. لكنه قبل الماتش النهائي خرج للصحافة وقال بكل يقين: هنكسب المباراة، أنا أضمن ده. دي حركة جريئة جدا. دي شعرة بين الثقة اللي تلهم وبين التهور اللي يخليه أضحوكة لو خسر. ما هو السؤال ده بقى بيودينا لواحدة من أهم نقاط الكتاب كله، وهي التفريق بين الثقة والغرور.
ودي نقطة مهمة. جدا. جونا مات لو كان خسر كان هيتعرض لسخرية طبعا، لكن اللي خلى كلامه مؤثر هو إنه ما كانش بيتكلم عن نفسه، كان بيتكلم عن فريقه وعن النصر اللي هيقدمه للجمهور. يعني التركيز كان على نحن ومش أنا. بص، الكتاب بيقدم تفريق عبقري. الغرور هو حب الذات والتركيز على أنا، أما الثقة فهي حب الآخرين والتركيز على نحن وعلى القيمة اللي بتقدمها ليهم. جميل قوي التفريق ده. الشخص الواثق بيقول أنا أؤمن إننا نقدر نحقق ده عشانكم، أما المغرور فبيقول شوفوني أنا عظيم إزاي. نمات كان بيوحد الفريق والجمهور ورا هدف واحد، وده مصدر القوة. الغرور بيفرق الناس والثقة بتجمعهم. التفريق ده مهم جدا. يعني الحضور الخارجي اللي هو الشغف والثقة لازم يكون موجه لخدمة الآخرين مش لتمجيد الذات. بالظبط. وده بينقلني بشكل طبيعي للطبقة اللي تحت السطح. لو الشغف والثقة هم اللي بنشوفهم، إيه هو المحرك اللي بيشغلهم من جوه؟ أكيد في صفات جوهرية هي الأساس، مش كده؟ تماماً. الكتاب بينتقل للقسم الثاني اللي بيسميه الصفات الجوهرية، ودي الأساسات اللي لو مش موجودة المبنى كله بيقع. وأول وأهم صفة هي النزاهة أو الانتجريتي. والانتجريتي دي معناها إيه بالظبط في سياق الكتاب؟ الكتاب بيعرفها ببساطة شديدة، هي التطابق الكامل بين اللي بتؤمن بيه واللي بتقوله واللي بتعمله. مفيش انفصام بين شخصيتك في السر وشخصيتك في العلن. أصل الكلمة اللاتيني يعني الكمال أو عدم الانقسام. النزاهة مفهوم مثالي طبعا والكل بيحب يتكلم عنه، بس إزاي الصفة الصامتة دي بتترجم لكاريزما اللي هي حاجة بنحسها وبنشوفها؟ يعني النزاهة مش حاجة بتلمع زي الشغف. صحيح، هي مش بتلمع لكنها بتشع. النزاهة هي اللي بتبني العملة الأهم في أي علاقة إنسانية، الثقة. الثقة تاني. أيوة، ممكن تنبهر بشخص شغوف وواثق من نفسه لمدة ساعة، لكن لو اكتشفت إنه كذاب أو بيقول حاجة وبيعمل عكسها، كل الانبهار ده بيتحول لاحتقار في لحظة. صح. النزاهة هي اللي بتدي لتأثيرك صفة الاستدامة. الناس لما بتحس إنك شخص نزيه بتبقى مستعدة تتبعك وتصدقك حتى لو مش متفقين معاك في كل التفاصيل، لأنهم ببساطة واثقين في نواياك. والمثال اللي في الكتاب عن ميت رومني واللجنة الأولمبية بيوضح ده. سنة 2002 الأولمبياد الشتوي كان في قلب فضيحة فساد ورشاوي ضخمة، سمعتهم كانت في الأرض. كانت كارثة. وعشان ينقذوا الموقف اختاروا رومني مش عشان هو خبير رياضي، لكن عشان سمعته كرجل أعمال وسياسي كانت مرتبطة بالنزاهة المطلقة. كانوا محتاجين الثقة اللي اسمه بيجيبها معاه. بالظبط، النزاهة في الحالة دي كانت أصل من الأصول، ليها قيمة مادية ومعنوية، هي اللي سمحت له يعمل تغييرات صعبة ويستعيد ثقة الرعاة والجمهور. والكتاب بيحذر إن بناء سمعة النزاهة بياخد سنين، وهدمها ممكن يحصل في دقيقة واحدة بقرار غلط. يعني دي ممارسة يومية واعية كل يوم. أوكي، يبقى النزاهة هي الأساس الأخلاقي. لكن في صفة جوهرية تانية الكتاب بيركز عليها، وبصراحة الرابط بينها وبين الكاريزما مش واضح بالنسبة لي من أول وهلة: الانضباط الذاتي. أنا بربط الانضباط بالناس الجادة اللي بتصحى الفجر وتخلص شغلها، ودي حاجة تستحق الاحترام طبعا، بس إزاي ده بيخلي شخص كاريزمي؟ سؤال منطقي جدا. الرابط مش مباشر لكنه عميق. الكتاب بيعتبر الانضباط الذاتي هو البرهان العملي على كل الصفات التانية. إزاي يعني؟ يعني أنت ممكن تكون شغوف ونزيه، لكن لو ما عندكش الانضباط إنك تترجم الشغف والنزاهة دي لأفعال مستمرة ومجهود حقيقي، هيفضلوا مجرد نوايا طيبة. الانضباط الذاتي هو القدرة على إنك تجبر نفسك تعمل الحاجات الصعبة اللي معظم الناس بتهرب منها عشان توصل لهدف أكبر. يعني مش الانضباط في حد ذاته هو اللي جذاب، لكن النتائج اللي بيحققها والإشارة اللي بيبعتها للناس. تماماً. لما الناس بتشوف شخص منضبط بيبعت لهم رسالة قوية جداً من غير ما يتكلم: أنا شخص يمكن الاعتماد عليه، أنا ألتزم بكلمتي، أنا أتحكم في نفسي وفي أفعالي. وده بيولد احترام وثقة بشكل لا واعي. جداً. مين فينا مش بينجذب لشخص قادر يسيطر على حياته ويحقق أهدافه؟ الانضباط هو الوقود اللي بيخلي الشغف يستمر لما الحماس الأولي يروح، وهو اللي بيحمي النزاهة في أوقات الإغراء. من غير انضباط الكاريزما بتبقى هشة وموسمية. قصة توماس أديسون بتوضح ده بشكل عبقري. آلاف المحاولات الفاشلة لاختراع المصباح، أي شخص عادي كان هيزهق ويستسلم بعد 10 مرة. ده لو كمل 10 أصلاً. بالظبط، اللي خلاه يكمل هو الانضباط الذاتي الخارق ده،
الناس مش بس انبهرت بالاختراع في النهاية، انبهرت بحجم الإصرار والمجهود اللي وراه. كأن قصة الانضباط نفسها بقت جزء من كاريزما الاختراع. بالظبط. تخيل لو أديسون كان عنده شغف بس ما عندوش انضباط، كان هيبقى مجرد حالم عنده فكرة حلوة، لكن عمرنا ما كنا هنشوف النور. الانضباط هو اللي حول الحلم الحقيقة، وده قمة التأثير. أوكي، كده الصورة بدأت تتضح. عندنا الحضور الخارجي، الشغف والثقة، وعندنا الأساس الداخلي، النزاهة والانضباط، وكل ده متوجه لخدمة الآخرين. امم بس كل ده هيفضل محبوس جوه الشخص لو مش عارف يوصل له. نيجي بقى للطبقة الثالثة والأخيرة، فن الإلقاء والتواصل. إزاي كل الكنز اللي جوه ده يخرج للعالم؟ الكتاب هنا بيغطي مهارات كتير، لكن يمكن أقواها وأكثرها تأثيراً هي مهارة سرد القصص. البشر مخلوقات قصصية. دي حقيقة. من آلاف السنين وإحنا بنتجمع حوالين النار عشان نحكي ونسمع حكايات. عقولنا مصممة تفهم العالم وتتواصل معاه من خلال القصص، مش من خلال البيانات والأرقام المجردة. بس هنا بتيجي المشكلة. أغلب الناس وأنا منهم بيحسوا إن الحكي ده موهبة، إنك لازم تكون حكاء بالفطرة زي مارك توين اللي الكتاب بيستشهد بيه. لا طبعاً. أنا لما بحاول أحكي قصة بحس إني بتوه في التفاصيل والناس بتسرح مني. هل الكتاب بيقدم خطوات عملية لأي حد حتى لو مش موهوب إنه يحكي قصة مؤثرة؟ أكيد، هو مش بيقولك كن مارك توين، هو بيقدم مبادئ بسيطة جدا. أولاً البساطة. القصة لازم يكون ليها بداية ووسط ونهاية واضحة، ورسالة واحدة أساسية، بلاش تتشعب. تمام. تفاصيل حسية تخلي المستمع كأنه شايف ولامس وسامع اللي بتحكيه. بدل ما تقول كان يوم صعب، قول كنت حاسس بتقل الدنيا كلها على كتافي والمطر نازل كأنه بيغسل آخر ذرة أمل. التفاصيل بتفرق. وثالثاً ودي الأهم، اشرك الجمهور. اسألهم سؤال يخليهم يفكروا أو اطلب منهم يتخيلوا نفسهم في الموقف. خليهم طرف في القصة، مش مجرد متفرجين. وفكرة إن القصة بتخلق رابط عاطفي دي حقيقية. لما حد بيحكي لي قصة شخصية بحس إني بقيت أعرفه بشكل أعمق والحواجز بينا بتقل. بالظبط، كأن القصة هي أسرع طريق للقلب. وهي كمان الأداة المثالية لتطبيق فكرة التركيز على الآخرين اللي بنتكلم فيها. أنت مش بترمي عليهم معلومات، أنت بتقدم لهم تجربة وهدية. تماماً. لو قلتلك لازم تكون مثابر، دي نصيحة مباشرة ممكن عقلك يرفضها. لكن لو حكيت لك قصة توماس أديسون وصراعه مع آلاف المحاولات الفاشلة، رسالة المثابرة بتوصل بشكل أعمق بكتير، لأنك بتستنتجها بنفسك. القصة بتتجاوز الدفاعات العقلية وبتتكلم مباشرة مع العاطفة واللاواعي. وده سر قوتها الخارقة في التأثير. بالظبط. طيب، لو حابين نجمع كل الخيوط دي في نهاية رحلتنا، لو رجعنا لسؤالنا الأول عن الفرق بين الإلهام والتلاعب، يبدو إن الإجابة بقت أوضح. الكاريزما مش مجرد قدرة على الجذب، لكنها منظومة متكاملة. أيوة. لو أي جزء من الأجزاء دي مزيف، المنظومة كلها بتنهار. تماماً. لو عندك حضور قوي بشغف وثقة لكن ما عندكش نزاهة، انت مجرد ممثل موهوب وهتتكشف. لو عندك نزاهة وانضباط لكن ما عندكش قدرة على التواصل، تأثيرك هيفضل محدود ومحدش هيعرف عنك. ولو عندك كل ده بس بتستخدمه لمصلحتك الشخصية، ده مش كاريزما، ده تلاعب. الكاريزما الحقيقية هي نتاج طبيعي لتوافق الطبقات الثلاثة دي مع بعض وبشكل أصيل. والخلاصة الأعمق من كل ده واللي لفتت انتباهي طول المناقشة، إن كل المهارات دي من أولها لآخرها بتدور حوالين محور واحد، وهو إنك تشيل الأضواء من على نفسك وتحطها على الناس اللي قدامك. الشغف الحقيقي بيلهمهم، والثقة الصادقة بتطمنهم، والنزاهة بتخليهم يثقوا فيك، والقصة بتشركهم معاك في رحلة. الكاريزما في جوهرها مش إنك تكون مبهر، لكن إنك تخلي اللي قدامك يحس إنه مهم ومفهوم وملهم. أجمل تلخيص ممكن. الكاريزما الحقيقية في النهاية هي عطاء، هي خدمة. لما بتوصل للمرحلة دي، التأثير بيحصل بشكل تلقائي وطبيعي من غير مجهود أو تمثيل، بتبقى مجرد نتيجة لكونك شخص أصيل ومهتم بصدق بالآخرين. وهنسيب المستمعين مع فكرة أخيرة يفكروا فيها. الكتاب بيقدم عشرات المهارات والقوانين، لكن لو كان على كل واحد فينا يختار مهارة واحدة بس من اللي اتكلمنا فيهم النهاردة، الشغف، الثقة، النزاهة، الانضباط، أو سرد القصص، عشان يركز عليها ويبدأ يطورها فعلا الأسبوع ده، يا ترى إيه هي المهارة اللي ممكن تعمل أكبر فرق وتخلق أكبر أثر إيجابي في عالمه الشخصي والمهني، وليه؟